السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. بعد الإقصاء المفاجئ والمر للمنتخب المصري من الدور الثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم أمام الكونغو، قال نجم الكرة المصرية السابق سيد معوض إنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر في كأس إفريقيا. وقال سيد معوض في تصريحات تلفزيونية منذ بداية البطولة، وروى فيتوريا تصريحاته متضاربة ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا في المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام. وأضاف النجم السابق للمنتخب المصري: من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من إفريقيا وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن فيتوريا لم يفعل أي شيء مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعاني فنيا بشكل واضح. وتابع: لا يفرق معي رحيل فيتوريا أو اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية. لو فزنا اليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعي، مع أنني أرى أنه حتى لو توج بالبطولة لابد من رحيله أيضا، لأنه لم يطور أي شيء مطلقا. كما قال سيد معوض: سندخل في أزمة جديدة بعد كأس الأمم حال رحيل فيتوريا، وسنظل نبحث عن مدرب جديد. والبعض سيقول لابد من مدرب مصري، وآخر يتمسك بالأجنبي، لكن الأهم هو تطبيق الأفكار. أتمنى أن نرى مديرا فنيا للاتحاد قادرا على إعادة الانضباط للمسابقات الخاصة بالناشئين والشباب. وأقصي منتخب مصر في ثمن النهائي كأس إفريقيا بكوت ديفوار بركلات الترجيح 7-8 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. حظ موفق للمنتخب المصري في باقي المواعيد. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. دمتم بخير.